تعالي بقى اقول لك ازاي تعملي الممبار البوبس دوت بكل سهوله وطعمه بجد خطير. لازم تجربوه. يلا بينا بسرعه نشوف هنعمله ازاي. تعالوا معايا. اللي لسه ما عملتش الممبار تعالى اقول لك اعملي الممبار ازاي في دقايق هيكون جاهز معاكي وهيكون طعمه وشكله خطير. اول حاجه نجهزها هنا الممبار، طبعا غسلينه كويس جدا ومصفينه، عايزينه هنا طويل زي ما هو يعني مش هنقطعه. هنا معانا الرز لازم نغسله ونصفيه كويس جدا. ومعانا بقى خلطه المحشي، انا بحب اعمله بخلطه المحشي، يعني ما بحبش اعمله ني في ني عشان ما يكونش طري معايا. اللي هي خلطه المحشي اللي احنا بنجيب كام بصله وبنصفرها في الزيت وننزل بالطماطم تتسبك حلو جدا، ملح وفلفل اسود وشويه كمون وشويه بهارات محشي، تبقى احلى خلطه محشي في الدنيا. بس كده هنحطها بقى على الرز. وهنا بقى يا جماعه الناس اللي بتشتكي بيقولوا الرز بيفصل عن الخلطه او بيكون الخلطه لونها مش احمر. هنا السبب اللي انتوا مبتنزلوش بالخلطه سخنه، بتحطوها وبتكون ساقعه او بتكون بارده من التلاجة، ما ينفعش، لازم هنا تكون الخلطه سخنه جدا وننزل بيها على الرز. هنا بقى معانا الخضره، شبت، كزبره، بقدونس، نقطعها صغير جدا. وهنا يا جماعه ما نحطش كميه كبيره او نخلي الكميه معقوله علشان الممبار ما يكونش لونه غامق معانا. بصوا يا جماعه هنا مفيش ولا نقطه ميه، دي كده خلطه المحشي المظبوطه. هنجيب بقى بصله هنقطعها كده صغيره، نحط شويه ملح وفلفل اسود وممكن شويه كمون وشويه بهارات محشي وفص من الثوم، وهندعك حلو جدا بايدينا. هنا بقى بتحول طعم الخلطه لحاجه تانية خالص، بتديها طعم وريحه ونكهه تجنن. لازم تجربوا التركه ديت. هنا بقى انا معايا الممبار كان طويل جدا عشان اقدر احشيه، هقسمه بس على نصين عشان اعرف بس احشيه مش اكتر. بس كده قسمته نصين. هنا بقى لو بتعرفوا تحشوه بايديكوا احشوه، انا مش بعرف احشي بايديا، فبجيب القمع اللي انتوا شايفينه دوت ومعلقه كده يكون ليها سن رفيع، وانا حشيت الكميه كلها بنفس الطريقه. نحاول ان احنا نقسمه بايدينا كور صغيره. هنا بقى نكون محضرين جنبنا خيط يكون رفيع، وهنربط بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها. هنجيب كوره كوره يكون صغير، كل ما يكون صغير كل ما يكون شكله بيكون ان هو مظبوط اكتر، يعني ما تكبروش الكوره عشان ما تتحولش لصباع صغير، احنا عايزينها كور، فاعملوا كور صغيره. هنفصل بقى خالص، يعني نمسك كده زي ما انتوا شايفين، نفصل خالص، ما نربطش على الرز نفسه، لا نفصل خالص ونربط على الممبار عشان تدينا في الاخر شكل نهائي يكون شكله حلو. علشان لو ربطوه كده بشكل عشوائي وربطوه على الرز بدون ما تفصلوا كده بايديكوا زي ما انا بعمل، هتلاقوا الكوره خرجت منها الرز، فلازم تفصلوه كويس جدا بعد كده تربطه. انا هنا بقى كده ربطت الكميه كلها بنفس الطريقه، وهنا بقى قعدت اربى لحد لما وصلت للاخر كده. انا خلصت الكميه كلها. نجيب طبعا ميه مغليه وننزل فيها بقى بالمنكهات، وهنسيبه لمده ساعه الا ربع بالظبط على نار متوسطه. كده هنا استوى معانا، طلعته من الميه، وهنبدا بقى لما يبرد نقصقصه زي ما انتم شايفين كده بسهوله جدا. مجرد ما تقصوا كله كوره هتلاقوا الخيط طلع بسهوله، مش مفيهوش اي تعب يعني ولا اي حاجه خالص. بصوا يا جماعه لونه بقى، لونه اساسا عشان محتفظ بالطماطم اللي فيه، عشان هو متربط وما خرجش اي خلطه، فلونه احمر جدا ولونه حلو، تحسوا ان هو متحمر اساسا قبل ما نحمره. هنا بقى نجيب زيت وهنحمره. بجد هتاخدوا احلى ممبار في الدنيا، طعمه وشكله ولونه خطير، لازم تجربوه. باي باي.